هي ان شفيقة بيتم دعوتها عشان تقابل رئيس الوزراء وبيبلغها ان هي بقت وزيرة البيئة، وعلى الناحية التانية رئيس تيمور في الشغل بيبلغه ان هو اتكلف بحراستها. عشان واحدة واحدة نرجع لكور الفيلم ونكمل السكتشات. والمبادرة المرة دي كانت من شفيقة اللي جايه تحنحن عليها عشان يقبل وما يكونش متضايق، وخطتها بتنجح فعلا وبشكل غير مبرر. بعد 7 سنين كاملين بيرجعوا كأن مفيش اي حاجة وكأنهم عيال مراهقين بيناكفوا في بعض، ودي حاجة مضايقاني قوي في الاخراج. انت ما بينتليش المعاناة اللي هم عانوها، ما ورتنيش ان حد فيهم ندم وفكر يتراجع او شخصيته اتغيرت او حتى كان عنده النية لده. كل واحد منهم كان بيكابر ومصر على موقفه لاكتر من 7 سنين، ودي مده كافيه جدا تخلي المشاعر دي تنتهي، بل وتستبدل بمشاعر ضجر ان كل واحد فيهم هنا على التاني علشان الانا. انت كنت بعيدهم لدرجه انك ظهرتهم لي ان هم ما كانوش بيتكلموا حتى، وكل واحد فيهم كان ضارب التاني بالجزمه، لدرجه ان تيمور كان بيشوفها من ورا الستاره وما كانش قاعد في القاعه وهي بتتخرج. ففجأة كده لما يحصل الفرضية دي ترجع كل حاجة زي ما كانت وتعاملوا سوا عادي جدا، ولما يوصلها مكتبها يبوسها في دماغها ويظهر لها ان هو بيغير عليها، مع ان ده عكس اللي هيحصل قدام اصلا. فمش فاهم بصراحة ايه الكروات المبالغ فيها دي. ما علينا، المهم بنرجع تاني لمشكلة اللبس واللي بتبررها شفيقة بكلام غريب قوي، وهي ان الوزراء هيتكلموا في حاجات مهمة فمش هيفضلوا مركزين على التوب اللي بيتزحلق. اولا انا عمري ما شفت وزيره بتلبس كده، ما اعرفش، بس اعتقد ان البروتوكول ان الجيب ما تبقاش فوق الركبه ومن فوق ما يبقاش مفتوح قوي. ثانيا ايه المبرر الغريب ده؟ يعني انا لو وزير اروح بسيمي فورمال وافتح الزرار لسرتي ولا باين شعر صدري زي تامر واقول ما حدش هيدقق معايا عشان اتكلم في حاجات مهمه؟ خلينا ما نقفش هنا كتير لان هي دخلت اتغيرت فعلا، لكن ده بعد ما قالت لتيمور ان هو يلتزم بحدود وظيفته فبقى بيتعامل معاها ميري. وفي المشهد الاشهر والنغمات الرنانه بوقت نزول الفيلم بتحاول تعتذر له عن اللي عملته، وانا هموت واعرف كانوا بيكتبوا بسرعه ازاي. الموبايلات دي عشان تبعت رساله تقول لواحد كل سنه وانت طيب كنت بتقعد 24 ساعه عمل. بعد حبه مناكفات بينهم وبين بعض الحبكه بتعقد اكتر لما بيروحوا فرح سوا، وتيمور بيبقى مضطر ان هو يقف مع زمايله بره، لكن وهو خارج بيحصل مشكله بينهم، وده حصل لما دينا صاحبتها بتخليه يوصلها الحمام، وقبل ما بيروحوا جزمتها بتتكسر وبتتسند عليه، فشفيقة بتغير جدا وبتروح علشان تفك الموقف، ولسبب غير معلوم بتقرر ان هي تغيظ تيمور برامز، والمشكله ان بعدها هي اللي بتبقى متضايقه من الموقف، وانا مش فاهم هو عمل ايه. هو طول المشهد مفعول به، يعني هي اللي كلمته وجرت معاه نايم وهو ما استجابش، لكن الناحيه التانيه شفيقة اتعمدت تدلق على رامز عشان تغيظه لدرجه ان هي كانت بتشده من ايده، فمش فاهم ايه البجاحه دي. لكن هي لو معاها حق في المشهد ده فعشان طلبت منه ان هو يقول لها هم اخوات ولا لا، وهو غلط ان هو ما جاوبش وما كانش عنده قرار واضح عكس كل مره، بس متفاهم لان هو قال لها يا سعاده الوزيره في اشاره ان دي الحاجه اللي واقفه بينهم. لكن الفيلم علشان يجاوب على سؤال شفيقة بيديها حته ملائمه وبيخليها عندها مؤتمر في روسيا، وبيرد تيمور بانه بيعمل لها مفاجاه وبيجيب لها اخيرا عروسه بفستان فرح، وبيعترف لها ان هو لسه بيحبها، وبيتفقوا ان هم ينزلوا يتفسحوا سوا عشان يحصل بينهم ديالوج يبدا الكلايماكس بتاع الفيلم، وده عن طريق ان هو بيلمح لها تسيب الوزاره، وبترد بانها لا مش هتسيبها، وبتقول له ان هي ممكن تغير طقم الحرس.